مساء الخير أصدقائي وصديقاتي وحبايبي. أنا والنجمة الفنانة الموهوبة أسرار الجمال، صديقتي وأختي وعشرة عمر كبير، مش عايز أقول كام سنة، لكن أول مرة يجمعنا عمل راقي وعمل كان جميل. نفسي فعلا تصدق. وفعلا أنا كمان كان والله نفسي والله من حقيقي. زمان إن احنا نشتغل مع بعض. فرحان إن احنا بنعمل المخطوفة النهاردة في مسرح الحياة، ان شاء الله. لأن المسرح هو الحياة. وأنا سعيد إن احنا واقفين جنب مجموعة كبيرة جدا من الشباب ومن الأطفال ومن عندنا المواهب. مواهب يا محمد مبدعين. مواهب معجزة. حتى الكتابة، حتى عندنا موهوبين في الكتابة في الإخراج. والمؤلف والمخرج يعني كريم حسين ودعاء بيكملوا بعض. بصراحة يعني شاطرين برضه جدا. منقذ منفذ، عندنا مجموعة هايلة. عندي محمود دسوقي كاتب ايوه هايل، مش لازم ايوه نعيد النصوص ايوه، لا القديمة لا يا لا لا محمد. لا لا، عندنا نص فكر. جديد أولادنا وبيتكلم عن قضية خطيرة جدا، صحيح. قضية أطفال الشوارع، ومستوحى بحس إن هو من صحيح، فيلم والمخدرات العفاريت بقى. والمخدرات بقى سرقة والأطفال، الأعضاء لسيرة الأعضاء البشرية والأطفال. والفساد. وفي رسالة عظيمة جدا إن كل أب وكل أم. طبعا أستاذة أسرار عاملة دور صحفية، ربنا يخليك. انتي اقنعتيني وانت جدا هارون يا هارون. وشرفتي الصحافة ربنا يخليك، المصرية، ربنا يخليك يا واضافة محمد. قوية جدا للمسرح. ربنا يخليك. واتمنى لك مستقبل كبير في التمثيل، لان انتي حبيبي. نجمة في الغنى كده الله كده. يخليك. وطبعا معانا النجمة العظيمة استاذة امال رمزي. ايوه ايوه، ربنا استاذة يخليك. امال رمزي بتسجل ايه يا جماعة؟ مع خالد حمد الله. مع خالد حمد الله حديث المدينة. وحديث المدينة. طبعا استاذ امال رمزي تاريخ سينمائي كبير وتاريخ مسرحي اكيد كبير. اكيد، انا و... حبيت، انت عارف يا محمد، انا لما بعمل حاجه بحب اجيب الناس اللي بحبها. امال كانت محتاجه فعلا انها بتحب المسرح، ايوه بتتنفس فن. ايوه ما ايوه ينفعش الفنان يا محمد، في ناس كتيره موجوده على الساحه ايوه محتاجين يتنفسوا ويقولوا احنا موجودين. يا ايوه. جماعه القوا الضوء على الناس. يعني هل الانسان لما بيكبر شويه خلاص بقى مات؟ لا لا يا جماعه. بالعكس، ده الناس دي عندها خبرة وعندها تاريخ اكيد. وتراث وحبيت فني امال يكون وإنساني لها عظيم، مكانه. اكيد اكيد لازم ان نستفيد شاء الله. منهم. سعيده بكم يا محمد بجد. إن انا شاء طبعا الله. الاشراف الفني على هذا الحدث، وده على فكره معمول على فكره حاليا. العرض الاول ده بالجهود الذاتيه، صدقوني. احنا كلنا حتى واخدين كده حاجات رموز بسيطه مع بعضينا، واحنا اصلا دافعين عشان نكون كلنا قد المكانه دي، احنا صدقوني. جايزتنا حب الناس احنا عاملين بالجهود الذاتيه كلنا. واهتمامهم. وببقى سعيد جدا ان انا بقدم جيل جديد للمسرح روعه روعه وللسينما روعه. وللتلفزيون. طبعا. اطفال حقيقي موهبة فذة يعني. يا رب يا رب يا رب. ميرسي، مبروك انتظرونا. بالتوفيق.